طيب بما اننا كان عندنا اجازه، وانا شخصيا من الناس اللي بتحب تتفرج على بودكاستات لطيفه على يوتيوب، مش من المقلين جدا من التلفزيون والسينما والحاجات دي. اتفرجت على حلقه على العربيه بيزنس، هي قناه تابعه للعربيه. وحبيت ان انا اشير معاكم الحلقه دي ليه، عشان هي حلقه انا حسيت ان هي ملهمه انسبايرنج قوي ل... لاي حد بيفكر في المستقبل ازاي يبقى رجل اعمال او ازاي يبقى ناجح في حياته. والقصه دي قصه رجل الاعمال الكبير محمد منصور. محمد منصور ده يمكن اول انترفيو انا اشوفه له قبل كده. ما اظنش ان هو ليه اي انترفيوهات موجوده على الانترنت او انترفيوهات موجوده على التلفزيون. هو شخص مقل جدا في الكلام، بس هديكوا كده خلاصه الساعه او الساعه وربع الحلقه بتاعته. طيب، اول حاجه هو جاي من بيئه فوق المتوسطه، مش هقول خلفيه غنيه جدا. ابوه كان من اكبر تجار القطن في اوائل القرن. فكانوا ميسورين الحال، بس ما كانوش اغنياء الغنى الفاحش اللي الناس متصوراه. هو شخصيا تم تعليمه في اسكندريه في فيكتوريا كوليدج. ودي كانت من ارقى المدارس اللي مش بس موجوده على مستوى اسكندريه، على مستوى يمكن الشرق الاوسط. يعني كان بيتعلم فيها امراء واولاد ملوك وكده. فطبعا توفرت له مستوى معين من التعليم. وهنا برضو يجي الملاحظه الشديده اللي الناس كتيره بتهملها، الاهتمام الاهل بالمستوى التعليمي للاطفال. فدي مهمه جدا، الاهتمام بتعليم العيال. طيب، مش بس كده، مفاجأة من المفاجآت اللي هو قالها ان هو كان وهو طفل كان رياضي جدا، او كان مواظب على الرياضة جدا، وكان من المتفوقين هو واخواته في الرياضة على مستوى المدرسة وعلى مستوى الجمهورية. وحصلت له حادثة كانت هتقعده مشلول بقية حياته، لولا ان هو فضل قاعد تقريبا 3 سنين بيتعالج في السرير. الكلام ده هو عنده 10 سنين. فتخيلوا يا جماعة، طفل عنده 10 سنين يعمل حادثة بالعربية، كان مع أخوه، ويقعد يضطر إن هو يقعد في السرير شبه مشلول ما بيتحركش لمدة 3 سنين. فدي أول مفاجأة من المفاجآت اللي أنا عرفتها عن حياته. الحاجة التانية برضو اللي كانت مفاجأة بالنسبة لي، إن هو والده بعته يتعلم في أمريكا بعد ما خلص الثانوي في سن 15 سنة. فتخيلوا يا جماعة، أب بيبعت ولاده وهم في سن 15 سنه. 15 سنه ده يعني احنا بنكون لسه، يعني انا اسف، يعني لسه بنلعب في الشارع، يعني كوره ولا بنلعب بلاي ستيشن ولا حاجه. يعني ما بيبقاش اصلا في دماغنا اي حاجه. فده واحد طلع امريكا لوحده من غير اهله، من غير بابي ومامي او بابا وماما. اخوه الكبير كان معاه اكبر منه بحوالي سنتين او 3، هم بس لوحدهم. طيب، تيجي المفاجاه ما هو عشان حياته مليانه مفاجآت. والدهم كان بيبعت لهم مصروف كل شهر عشان خاطر يصرفوا منه على الايجار، المسكن والمصاريف الشهريه بتاعتهم. فجاه جالهم جواب. طبعا الكلام ده يا جماعه ايام ايه، ايام التليكس، وحتى ما كناش جبنا التليكس، ايام البريد. فاللي هو ايه، لو هو بعت النهارده الجواب هيوصل له بعديها بشهر مثلا. فجاله جواب من والده قال له ان بعد الثوره مجلس الثوره او الرئيس جمال عبد الناصر قرر تأميم ممتلكاتهم، وعمل حجز مؤقت على ممتلكاتهم لحين ايه، ما يشوفوا هيعملوا ايه. فاتصرفوا يا اولاد، انا مش هقدر اعمل حاجه. فالشابين اللي ما شاء الله عليهم متعلمين في احسن مدارس وبيتعلموا في امريكا، نزلوا يشتغلوا هما الاثنين. ومن ضمنهم طبعا محمد منصور. ابتدى يشتغل في محل بيتزا، وبيحكي قد ايه هو كان فخور بالفتره دي اللي هو كان بيشتغل فيها في محل البيتزا. وفضل فتره طويله بيشتغل في محل البيتزا لغايه ما يخلص الجامعه. خبطه تانية اتخبطها وهو في الجامعه، دي برضو من الحاجات اللي بتهيألي مش ناس كتيره تعرفها. جاله مرض السرطان وهو في سن 20 سنه، وقدر ان هو يتغلب عليه برضو بمفرده. ما كانش فيه اي حد معاه غير اخوه الكبير وابن خالته، هما بس اللي وقفوا جنبه. لكن طبعا باباه ومامته ما كانوش موجودين معاه. فدي كده ايه يا جماعه، 3 4 خبطات في سن صغير جدا. انا بس بوريكم
حجم التجارب وحجم الاكسبيرينس او الخبره اللي الناس دي اخدتها وهي في السن ده. طيب رجع اشتغل مع والده رجع يشتغل تاني في نفس الصناعه اللي هو كان بيفهم فيها اللي هي تجاره القطن. انتدب للشغل في السودان مع الحكومه السودانيه بعد ما اخذوا اذن من الحكومه المصريه، وابتدوا يكونوا ثروه تاني. وفي سنه 73 بعد الحرب على طول، في خضم زياده الاسعار العالميه في كل حاجه، حصلت زياده مرعبه في اسعار القطن. وهنا كانت النقطه الفاصله اللي ساعتها قرر الوالد، والد محمد منصور وبقيه اخواته، ان هو يقول لهم يا جماعه الاندستري دي او الصناعه دي خلاص كده ايه، جابت اخرها. ما قالش بقى انا بقى لي 40 سنه ولا 50 سنه شغال، لا، هو اللي قال لهم. الراجل اللي هو متمسك وطول حياته ما عندوش اي خبره غير في الحته دي، قرر ان هو يقول لهم يا جماعه سيبوا الصناعه دي او السيكتور ده ويلا نشفت على حاجه تانية. طبعا بما انهم ذو خلفيه تعليميه عاليه جدا في هذا الوقت ومتعلمين في امريكا، جات لهم الفرصه ان هم قدموا على العطا بتاع توكيل جنرال موتورز او شركه جي ام اللي هم بينتجوا عربيات كتيره جدا اشهرها الشيفروليه. كانوا ساعتها بيتم الخصخصه في مصر او بدايه الخصخصه او دخول الشركات الاجنبيه في مصر بعد حرب 73. ف طبعا تم اختيارهم هم بما انهم تعليمهم امريكاني وبيعرفوا يتعاملوا مع الامريكان. وهنا برضو دي نقطه مهمه جدا انا عايز بس اوضحها واركز عليها. ليه؟ زي ما قلت قبل كده يا جماعه، مهم جدا طريقه التواصل مع الاجانب. لو عايز تشتغل مع اجانب يبقى لازم تفهم دماغ الاجنبي وتفكر زيه. وهنا ده مش حظ، هو شطاره على بعد النظر من الاب لما علم الولاد في احسن مدارس موجوده في مصر، وجي على نفسه وبعتهم برضو يتعلموا في مدارس او جامعات امريكاني بره. بعد كده بقى القصه معروفه. الشغل بعد كده جاب شغل جي جابت لهم بعد كده شركه كاتر بيلر اللي هي مونتراك، اللي هم كانوا اكبر وكيل للمعدات الثقيله في مصر والشرق الاوسط. والشغل بعد كده جه بقى، انتوا فاهمين بقى الشغل بعد كده الفلوس بتجيب فلوس زي ما بيقولوا. حاجه مهمه جدا هو بيقولها طول الحلقه، قد ايه علاقته باخواته. هم تقريبا 4 اخوات لو انا متذكر صح، 3 ولاد وبنت. قد ايه علاقتهم لغايه النهارده علاقه قويه جدا. لما حد فيهم بيقع التاني بيسنده. هم زي ما بيقولوا ايه، هو قال المثل اللي ابوه او والده علمه لهم، اللي هو انت تقدر تكسر عصايه واحده، جرب تكسر عصايتين، جرب تكسر 3، جرب تكسر 4 مش هتعرف. فده بيقولوا ايه، القوه في العدد، والقوه لما يكون عندك عزوه زي كده لازم تستغل العزوه دي، ولازم تبقوا كلكم ايد واحده، محدش هيقدر عليكم. خلاص. وانتوا النهارده طبعا شايفين عيله منصور عندها مش بيزنس واحد، عندها بيزنسز كتير قوي يعني ما شاء الله. اخر مايلستون او اخر حاجه عايز اتكلم عليها، ودي برضو اللي نقلته نقله تانية، ان هو بعد الاختبار السيء اللي هو مر بيه في الحكومه، قرر ان هو يسيب مصر في 2010 وطلع على فين؟ طلع على انجلترا، وقرر ان هو يعمل حاجه اسمها مكتب الاسره. مكتب الاسره ده بيبقى مكتب بيستثمر فلوس الاسره. خلاص. وابتدى يدخل ابنه في البيزنس عشان يبتدي يحضره بعد كده ازاي هو هيشتغل ويمسك بيزنس العيله، عيلته هو الشخصيه، محمد منصور مش بقيه منصور. طيب وفقوا في ايه؟ وفقوا وكانوا ذو جرأة. هو كان ريسك تيكر زي ما قال في برضه الحلقه، نو ريسك نو رزق. خلاص. ان هو دخل في الطروحات الاوليه بتاعت فيسبوك، سبوتيفاي، اوبر، كل شركات التكنولوجيا بيتعمل لهم حاجه اسمها عروض ما قبل الطرح. طبعا دي ما حدش بيوصل لها غير رجال الاعمال الكبار قوي، برضه عشان نكون صراحه. فاتيحت له الفرصه عن طريق طبعا شبكه العلاقات بتاعته القويه. واحد مصري كلمه من البنك اسمه مورجان ستانلي، قال له احنا بنطرح شركه كذا في البورصه وعايزينك تخش معانا الراوند الاولانيه او الجوله الاولانيه من التمويل. ومن هنا كانت بقى ايه الطفره والنهضه المرعبه اللي هو نطها بعد كده في عالم البيزنس، وان هو دلوقتي بقى واحد من اغنى اغنياء مصر. فملخصا، تعليم يا جماعه، تعليم تعليم تعليم. شبكه العلاقات مهمه جدا. ثالث حاجه
الليونه والفلكسبيليتي في البيزنس. انت النهارده شغال في تجاره الخشب، بكره ممكن تنقل على حاجه تانية، تنقل على عربيات. النهارده شغال حديد، بكره تشتغل الكترونيات، وهكذا. غير جلدك، طالما في متغيرات في السوق لازم يبقى انت ايه، سهل انت كمان في التغير معاها. حاجه مهمه جدا موضوع الاخوه ده، او الرابط الاسري القوي جدا ما بينهم وما بين بعض. الريسك تيكينج فاكتور مهم جدا. واخر حاجه انا عايز اقول لكم ان الراجل بيتكلم، هو راجل ربنا يديله الصحه، عنده 76 او 77 سنه، هو بيتكلم ولا كانه حد عنده 45 او 50 سنه. فاهم بيزنس جدا، فاكر التفاصيل كويس جدا، ايده في البيزنس. مش هو اللي بيدير بنفسه دلوقتي، ابنه اللي بيدير، بس الراجل ابديتد بكل حاجه. لو عجبتكم الحلقه بتاعت النهارده وعايزين تسمعوا حاجات من دي كتير، ملخصات زي دي، انا اتفرجت على كذا حلقه، من ضمنهم طبعا مؤخرا برضو باشمهندس سميح ساويرس. يا ريت برضو تعلقوا لي في الكومنتات، ويا ريت كله يسبسكرايب ويلايك الفيديو بتاع النهارده. شكرا.